عمرك جربت تعمل حاجة لأول مرة في حياتك، لعبة جديدة أو رياضة أو حرفة، ولقيت نفسك كويس قوي فيها بشكل مش طبيعي من بعد أول مرة تجربها، أو يدوب بعد ما جربتها مرتين تلاتة من غير أي تدريب ولا حاجة؟ في راجل كندي من مقاطعة أونتاريو كان ماشي في مرة في محل لعب أطفال مع ابنه، وكان متعلق على الحيطة سيف بلاستيك لعبة من اللي بيطلع نور وصوت كأنه صوت سيف حقيقي. الراجل مر من جنبه وما شافوش، وابنه من وراه مسك السيف ده وداس على الزرار اللي بيطلع الصوت، وطلع صوت كأنه صوت سحب سيف من الغمد او الجراب اللي بيتحط فيه السيف. الراجل لقى نفسه لا اراديا بيوطي. الراجل في ثانيه حس ان في سيف بيتسحب من وراه، وعرف ان حركه سحب السيف نفسها ممكن تكون ضربه جايه من ظهره، وراح موطي. مع العلم ان الراجل ده عمره في حياته ما مسك سيف ولا يعرف اي حاجه عن المبارزه، بس عرف كل ده لوحده في ثانيه. الراجل كان هيتجنن، راح للدكتور النفسي علشان يحاول يفهم منه ايه اللي بيحصل له بالظبط، والتفسير الوحيد اللي الدكتور قدر يقوله له هو ان احد اجداد الراجل ده اكيد كان محارب او مبارز محترف، واستخدم السيف طول عمره، وخبرة استخدام السيف اتنقلت ليه بشكل ما. عايز تعرف اتنقلت ليه ازاي؟ طب لايك وفولو وانا اقول لك. الابحاث في السنين اللي بعدها اثبتت ان على عكس كل اللي احنا اتعلمناه في المدرسة، ان الدي ان ايه او الكود الوراثي ده عبارة عن حاجة ثابتة بتتنقل من الاب والام ليك، وبعد ما انت بتتزوج بتتنقل لابنائك منك ومن زوجتك. المفروض عبارة عن كود ثابت ما بيتغيرش غير بالتزاوج. اتضح ان الكلام ده للأسف مش دقيق بشكل كامل. في حاجات من الحاجات اللي احنا بنتعلمها وبنفضل نعملها طول حياتنا بتتسجل في الدي ان ايه بتاعنا وبتتنقل بعدها بالوراثة. كل حاجة انت بتتعلمها بتكون صعبة في الاول. ليه؟ بسبب انك مش عارف الخطوات، مش عارف تحرك اي جزء من جسمك وتحركه ازاي علشان تعمل الحاجة دي. وكل ما بتجربها زيادة وبتكررها بيبدأ جسمك يكون روابط عصبية وعضلية جديدة بتساعدك انك تعمل الموضوع ده بسهولة. بعد فترة بتتعلم تعمل الموضوع ده بشكل اسرع واسرع، وبعدها بتبقى بتعمل الحاجه دي وعينك مغمضه، خلاص ايدك حفظت تعمل ايه من غير اي تفكير. الروابط العصبيه العضليه الجديده اللي اتعملت دي بالذات لو تم استخدامها لفترات طويله وبشكل منتظم بتبدا تتسجل في الدي ان ايه او الكود الوراثي بتاعك، وممكن تتورث منك لغيرك. اجمل حاجه في الموضوع ده انك ما تعرفش ايه القدرات والخبرات اللي مستخبيه في الدي ان ايه بتاعك. وافضل نصيحه اقدر انصحك بيها هي انك تجرب كل حاجه تقدر تجربها، رياضة أو حرفة أو هواية، فن أو غنى أو رسم. ادخل في مجالات جديدة طول الوقت عشان تكتشف ايه اللي مستخبي جواك. هتتفاجئ بالحاجات اللي سهل عليك انك تتعلمها وتعملها بسهولة بسبب ان احد اجدادك عملها او عمل حاجة زيها قبل كده. وبالمناسبة تعلم حاجات جديدة دايما احد اهم الطرق اللي تقدر تحافظ بيها على مخك من الشيخوخة ومن الزهايمر. بس ده كلام كبير هيتقال في حلقة تانية ان شاء الله. اللي عايز يعرف اكتر هسيب لكم المصادر في البوست. سلام.